فيلمنا النهارده بيبدأ بحكاية عن مجموعة من البط واللي بيكونوا عايشين كل يوم حياة سعيدة في بحيرة مية جميلة، ولكن وقتها بيظهروا بطتين صغيرين واللي بيكونوا حاسين بالملل، وعشان كده بيقرروا انهم يستكشفوا العالم وبيسيبوا البحيرة وبيمشوا. ولكن فجأة بيظهر لهم طائر مفترس وبيهاجمهم، وفعلا بيقدر ان يوقعهم في الغابة وبيحاصرهم هو واتباعه. وفي الوقت ده بنروح لأرض الواقع وبنشوف ابو البط اللي اسمه ماك، واللي كان هو اللي بيحكي القصة دي لاولاده علشان يخوفهم من فكرة انهم يبعدوا عن البحيرة. وبيقول ماك لاولاده اللي اسمهم داكس وجوان ان الخروج من البحيرة ده خطر جدا، وبيحاول ان يراقبهم من كل حاجة ممكن تقابلهم. ولكن وقتها تتدخل زوجة البطة اللي اسمها بام وبتحاول تطمن اولادها، خصوصا بنتها الصغيرة جوان اللي بتكون مرعوبة جدا من اللي والدها بيحكيه. اما داكس بيكون مش مصدق القصة وبيسيبهم علشان يروح ينام. بعدها بتودع جوان والدها ووالدتها وبتروح تنام هي كمان. وبعدها بيظهر على بام انها متضايقة جدا من ماك واللي بتروح تزعق له لانه بيخوف اولادهم. فبيحاول ماك يشرح لها ان هو بيعمل كده علشان اولادهم ما يبعدوش عن البحيرة ويعرضوا حياتهم للخطر. وبراوم ان بام ما بتكونش مقتنعة بكلامه الا انها بتقرر انها ما تتجادلش معاه، وبيناموا هما الاتنين في العش بتاعهم. وفي تاني يوم بنشوف ماك وبام وهما بيلعبوا مع اولادهم وبيقضوا معاهم وقت سعيد. واثناء ما هما بيلعبوا بيوصل مجموعة من البط المهاجر للبحيرة، فبتتحمس بام جدا وبتطلب من ماك انهم يروحوا يتعرفوا على مجموعة البط دي. وفي الوقت ده بيكونوا داكس وجوين سبقوهم وراحوا للبط ورحبوا بيهم في البحيرة بتاعتهم. وبالصدفة بيخبط داكس في بطة لطيفة وبيعتذر لها، فبتعرفوا البطة دي بنفسها وبتقول له ان اسمها كام، وبتفهمه انها هي وعيلتها متجهين للجنوب. وبتستغرب كام جدا لما بتعرف من داكس ان هو وعيلته ما هاجروش خالص قبل كده، وبتتحمس كام وبتطلب منه ان يجيب عيلته ويهاجروا معاهم، وبتسيبه علشان تروح تعرف والدها. ولكن فجأة بيجي ماك وبيزعق لداكس وجوين لانهم مشي من غير ما يعرفوهم. وفي الوقت ده بتروح لهم كام هي وعيلتها اللي بيسالوا ماك وبام اذا كانوا حابين ينضموا لهم ويهاجروا معاهم. وبتقول لهم والدة كام ان هم متجهين لمكان اسمه جزيرة جامايكا، وبتعرفهم ان المكان ده موجود فيه بحيرة جميلة فيها مية بتنور. فبتتحمس بام جدا هي واولادها وبيكونوا عاوزين يروحوا معاهم، ولكن للاسف بيرفض ماك الفكرة وبيشكرهم على عرضهم وبيسيبهم وبيمشي. فبيستغربوا عيلة كام من رفض ماك، ولكنهم في الاخر بيودعوهم وبيمشوا. وبعدها بتروح بام لماك وبتزعق له بسبب اللي هو عمله، وبتقول له ان هم نفسهم يهاجروا ويشوفوا العالم. وساعتها بينضموا لها داكس وجوان وبيفضلوا يتراجعوا والدهم ان يوافق انهم يهاجروا ولو لمرة واحدة بس. ولكن للاسف بيرفض ماك طلبهم وبيفهمهم ان الهجرة مخاطرة كبيرة قوي وانهم ممكن يتعرضوا للموت في اي وقت. وبيكمل ماك كلامه وبيقول لهم ان هم مستحيل يسيبوا البحيرة لانها مكان امن بالنسبة ليهم كلهم. فبتتضايق بام اكتر وبترد عليه وبتقول انهم مش هيفوتوا الاستمتاع بحياتهم علشان هو خايف من ان هو يسيب البحيرة. وبتبدأ بام تفهم ماك اهمية المغامرة والهجرة بالنسبة ليهم هم واولادهم علشان يشوفوا قد ايه العالم جميل. وبتكمل بام كلامها وبتقول له ان هو لازم يدرك اهمية الكلام ده قبل فوات الاوان، وبتسيبه وبتمشي. وبالليل بنشوف ماك وهو قاعد بيفكر في كلام بام، وفي الوقت ده بيجي له عمه اللي اسمه دان، وساعتها بيساله ماك عن رايه في الهجرة. فبيقول له العم دان ان الحياة في البحيرة جميلة وامنة جدا، لكنه لو فضل عايش هنا هيضيع فرصته في استكشاف العالم، وهيجي اليوم اللي زوجته واولاده هيتخلوا عنه فيه وهيسيبوه لوحده ويمشوا. فبيتصدم ماك من كلام العم دان وبيرجع للقش بسرعة، وبيصحي بام واولاده وهو متحمس جدا، وبيقول لهم ان هو قرر انهم يهاجروا هم كمان لجزيرة جامايكا. فبتفرح بام هي واولادها جدا وبيحضنوا ماك. وبمجرد ما جوان بتشوف العم دان بتروح تطلب منه ان هو يهاجر معاهم لجزيرة جامايكا، وبالرغم ان العم دان بيكون رافض الفكرة الا انه بيوافق في الاخر. وفي تاني يوم بيستعدوا عائلة ماك وبينطلقوا في رحلتهم وبيطيروا فوق الغابة. وفي الوقت ده بنشوف بام وداكس وكوان وهم متحمسين جدا للرحلة دي وبيكونوا طايرين وهم مبسوطين. ولكن وقتها بيستغرب ماك لما بيلاقي ان كل الطيور طايرة عكس الاتجاه اللي هم طايرين فيه، وما بيكونش ماك عارف السبب. وبعد شوية بتظهر عاصفة قوية وبنشوف ماك وعيلته وهم مستخبيين من الامطار اللي بتكون غزيرة جدا. وساعتها بتحاول بام انها تطمن اولادها وبتقول لهم انها واثقة ان رحلتهم هتكون جميلة، ولكنهم فجأة بيترعبوا كلهم لما بتروح لهم واحدة من طيور الهورن واللي بتعرفهم بنفسها وبتقول لهم ان اسمها ايرينيا، واللي بتقرب منهم وبتسألهم عن سبب وجودهم هنا. ولان ماك وعيلته بيكونوا مرعوبين منها ما بيقدروش ان هم يردوا عليها، فبتقول لهم ايرينيا ان الجو هنا برد جدا وبتاخدهم علشان توديهم للعش بتاعها. وهناك بيتصدم ماك هو وعيلته وبيترعبوا اكتر لما بيشوفوا العش بتاعها اللي بيكون عبارة عن بيت مهجور شكله مرعب ومخيف. وبمجرد ما بيدخلوا كلهم البيت بتعرفهم ايرينيا على زوجها اللي اسمه هاري واللي بيكون طائر مفترس. فبيخاف ماك هو وعيلته وبيقرروا انهم يمشوا من عندها، ولكن ايرينيا بتمنعهم وبتقول لهم ان هم لازم يباتوا معاهم النهارده، وبتعرفهم انها تحضر لهم العشاء. وفعلا بتروح ايرينيا وبتجيب طاسه وبترجع لماك وعيلته وبتعرفهم ان هاري كان صياد ماهر، ولكنه دلوقتي ما بقاش بيقدر يتحرك من مكانه، وانها هي اللي بقت بتجيب له الاكل لحد البيت. وبتطلب ايرينيا من عيله ماك انهم يناموا في الطاسه على اساس انها سرير، ولانهم كلهم بيكونوا خايفين منها بينفذوا كلامها وبيناموا كلهم في الطاسه. فبتتمنى لهم ايرينيا ليله سعيده وبتطفي النور. وفي نص الليل بنشوف هاري وايرينيا
إيرينيا وهم نايمين على السرير. أما ماك وعيلته فبيكونوا مش عارفين يناموا من الخوف، وعشان كده بيقرروا إنهم يهربوا. وبمجرد ما بينزلوا كلهم من الطاسة بيتفاجئوا بإيرينيا وهي واقفة قدامهم، واللي بتسألهم هم رايحين فين وبتخوفهم أكتر، وبتقول لهم إن بالليل الحيوانات المفترسة بتدور على الطيور علشان تاكلها. وفجأة بتجري إيرينيا وبتهاجم داكس وجوان، لكن ماك وباب بيمنعوها. فبيقوم هاري وبينقض على داكس وجوان وبيحاول إنه يمسكهم، ولكنهم بيتفادوا وبيجروا بسرعة علشان يخرجوا من الفتحة اللي ما بين الأخشاب. ولكن الفتحة بتكون صغيرة جدا. وفي الوقت ده بتجري إيرينيا وبترمي ماك وبام على السرير وبتخلي هاري يمسكهم من رقبتهم. وبتقدر إيرينيا إنها تحاصر داكس وجوان اللي بيكونوا خايفين ومرعوبين جدا منها، وبيفضلوا يترجوها إنها ما تاكلهمش. ولكن فجأة بتظهر سمكة مفترسة وبتاكلهم، وقبل ما تبلعهم بتمسكها إيرينيا وبتضربها وبتنقذ داكس وجوان. وبعدها بتشرح لهم إيرينيا إن بالليل الأسماك دي بتدور على أي طيور صغيرة علشان تفترسهم. فبيتصدموا ماك وبام لما بيعرفوا إن هاري وإيرينيا كانوا بيحاولوا يحموهم مش ياكلوهم زي ما هم كانوا فاهمين. وبعد شوية بيناموا كلهم مع بعض على السرير، وما بيكونش ماك مصدق اللي حصل. وفي تاني يوم بتروح إيرينيا وبتودع ماك وعيلته اللي بيشكروها على إنقاذهم. وفي الطريق بيفضلوا ماك وبام يتكلموا مع بعض عن اللي حصل وقد إيه هم كانوا مرعوبين. ولكن وقتها بيقطعهم داكس وبيطلب منهم يجوا وراه بسرعة. وفعلا بيروحوا كلهم وراه وبيطلعوا فوق السحاب، وهناك بينبهروا كلهم من شكل السحب الجميل واللي بيفضلوا طايرين فوقه وهم فرحانين. وبعد شوية بيستغربوا كلهم لما بيشوفوا ضوء أحمر ظاهر من تحت السحب، واللي لما بيعدوا من فوقه بيكتشفوا إن هم وصلوا لمدينة البشر، واللي بيكون مكان جديد جدا بالنسبة لهم. وفجأة بيلاقي ميك رفع عملاقة، ولما بيحاول إن يتفاداها بينزل على سطح مبنى من المباني، وبيقدر إن يوقف نفسه على آخر لحظة. ولكنه بعدها بيقع هو وعيلته من على المبنى بالغلط، وقبل ما يوصلوا للأرض بيلحقوا نفسهم وبيطيروا تاني بسرعة. وبيقدروا إنهم يتفادوا كل العربيات والحواجز اللي بتقابلهم لحد لما بيدخلوا الحي ضيق وبيخبطوا في صندوق القمامة. ولما بيفوق مات بعدها من اللي حصل بيكون مخضوض جدا على عيلته، وبيروح وبيطمن على زوجته واولاده. وبنشوف وقتها العم دان اللي بيكون واقع على لفته واللي بتاخده وبتتجه بيه ناحيه الحديقه. فبيقرر ماك هو وعيلته انهم يروحوا وراه بسرعه علشان يساعدوه. ومن ناحيه تانية بنشوف العم دان اللي بيكون واقع في الحديقه، واللي لما بيشوف سندوتش واقع على الارض بيفرح جدا بيه لانه بيكون جعان جدا. وقبل ما ياكلوا بيجوا مجموعه من الحمام وبيحاصروه، وبيبداوا كلهم يهاجموه علشان ياخدوا منه السندوتش. ولكن فجاه بيوصل ماك هو وعيلته وبيهاجموا الحمام وبيحاولوا يبعدوهم. ووقتها بيتعصب ماك وبيقول انهم حمام مقزز. وساعتها بيقفوا كل الحمام في مكانهم، وبتيجي حمامه صغيره شكلها شرير وبتسال عن الشخص اللي قال عليهم انهم مقززين. فبيشاوروا كل اللي موجودين على ماك. فبتتعصب الحمامه وبتخاصم ماك وبتزعق معاه، وبتعرفوا ان اسمها تشامب وانها قائده مجموعه الحمام دي. وبتقرر تشامب هي وكل الحمام انهم يضربوه لانه شتمهم. ولكن وقتها تتدخل بام وبتعتذر لها عن اللي حصل، وبتقترح عليها انهم يقسموا السندوتش مع بعض. وفعلا بتوافق تشامب على اقتراح بام، وبيدي العم دان نص السندوتش اللي معاه للحمام. وساعتها بتروح تشامب وبتتعرف على ماك وعيلته، وبتقول لهم ان هم لو محتاجين اي حاجه ممكن يطلبوها منها. فبتعرفها بام ان هم تايهين، وبتسالها ازاي يقدروا يروحوا لجزيره جامايكا. فبتقول لها تشامب انها تعرف حد ممكن يدلهم على الطريق لهناك، وبتطلب منهم يجوا وراها. وفعلا بينطلقوا كلهم وبيطيروا ورا تشامب. وفي الطريق بيفضل ماك وعيلته يتفرجوا على جمال المدينه. وبعد شويه بيوصلوا كلهم لسطح مطعم معين، وبيتخضوا لما بيشوفوا طياره على شكل نمر. وساعتها بتطمنهم تشامب وبتعرفهم ان الطياره دي بتاعه الطباخ اللي حابس صديقها. وبتاخدهم تشامب وبينزلوا من فتحه التهويه، وبيروحوا لصديق تشامب اللي بيكون بغبغان محبوس في قفص. وبمجرد ما مات بيسالوا عن الطريق لجزيره جامايكا بيحزن البغبغان جدا، وده لانه كان عايش هناك. وبعدها بيبدا البغبغان يوصف لهم الطريق لجزيره جامايكا، واللي بيكون طريق طويل جدا وفيه متاهات كتير. وساعتها بيفهم ماك هو وعيلته انهم مستحيل يوصلوا لهناك لوحدهم. وفي الوقت ده بيبدا البغبغان يعيط وبيقول لهم ان هو بيتمنى انه يرجع يشوف عيلته واصدقائه من تاني. فبيتاثروا ماك واللي معاه بكلام البغبغان، وبيقرروا انهم يساعدوه ويحرروه من القفص. ولكن للاسف بيكون القفص ده مقفول بقفل محكم. وساعتها بيقول لهم البغبغان انهم مستحيل يعرفوا يجيبوا المفتاح بتاع القفل ده لانه بيكون دايما موجود مع الطباخ في المطبخ. وبيفهمه ان المطبخ ده مكانه خطير جدا، وانهم ممكن لو دخلوه ينتهي بيهم الحال كوجبه من البط المشوي. وبالرغم من كده بيتشجع داكس وبيكون عاوز يروح يجيب المفتاح، ولكن ماك بيمنعه. فبيتضايق داكس وبيقول لوالته ان مش معنى ان هو خايف من كل حاجه يبقى لازم هو كمان يكون خايف منها. فبيتصدم ماك من كلام داكس وبيقرر ان هو اللي هيروح يجيب المفتاح. وبيسيبه ماك وبيخرج وبيفضل يتسلل من غير ما حد يحس بيه لحد ما بيدخل للمطبخ. وهناك بيتفاجئ ماك لما بيشوف الطباخ وبيشرف على المساعدين بتوعه. وبعدها بيقلع الطباخ الجاكيت بتاعه وبيديه لواحد من المساعدين. ولحسن الحظ بيلاحظ ماك ان المفتاح اللي هو بيدور عليه موجود في الجاكيت. فبيفضل ماك يراقب المساعد اللي بيروح يعلق الجاكيت وبيمشي. فبيتحرك ماك وبيمشي بحذر شديد وبيستخبى بسرعه علشان ما حدش يشوفه. ولكنه بعدها بيتفاجئ بوجود بام اللي بتكون هي كمان كانت مستخبيه. فبيتحركوا هما الاثنين علشان يسرقوا المفتاح. وبيروح ماك وبيساعد بام في انها توصل للجاكيت علشان تاخد
وبتاخد المفتاح منه. ولكن وقتها بيتصدم ماك لما بيشوف الطباخ وبيجهز بطه مشويه علشان يقطعها، وبيترعب ماك جدا من اللي هو شايفه، وبيسيب بام اللي بتاخد المفتاح وبتقع، وبالغلط بتخبط بام في طفايه الحريق اللي بتشتغل وبتطير وبتبهدل المكان. فبيتعصب الطباخ جدا من اللي حصل، وبيبدا انه يطارد ماك وبام وبيحاول ان هو يمسكهم، ولكنهم بيجروا منه بسرعه وسط المساعدين. ولحسن الحظ بيقدروا ماك وبام انهم يهربوا منه وبيخرجوا من المطبخ بسرعه. ولكن للاسف بتشتغل الموسيقى وبتتجمع الناس حواليهم من كل مكان علشان يرقصوا، ووقتها ما بيكونوش ماك وبام قادرين انهم يخرجوا من وسط الناس لان عددهم كبير جدا. ولكن ساعتها بتيجي الماك فكره وبيرقص هو وبام وبيتفادى ارجل الناس قبل ما تدوس عليهم. وفي الوقت ده بيتفاجئ داكس واللي معاه لما بيشوفوا ماك وبام وهم بيرقصوا بالطريقه المبهره دي، وفعلا بيفضلوا ماك وبام يرقصوا وهم فرحانين جدا لحد ما بيبعدوا عن الناس وبيطلعوا من على السلم. ولكنهم بعدها بيتصدموا لما بيشوفوا الطباخ اللي بيكون جاي ناحيتهم علشان يمسكهم، فبيجروا ماك وبام بسرعه وبيرجعوا للمكتب وبيحاولوا انهم يفتحوا القفص اللي البغبغان محبوس فيه، ولكنهم بيواجهوا صعوبه كبيره في فتحه. وساعتها بيروح العم دان وبيضرب ماك وبيخليه يبلع المفتاح بالغلط. ومن ناحيه تانية بنشوف الطباخ اللي بيعدي من وسط الناس وبينطلق بسرعه علشان يروح للمكتب. ولكن وقتها بتيجي تشامب وبتقفل الباب على اخر لحظه، فبيقوم الطباخ تاني وبيقدر انه يكسر الباب، ولكنه بعدها بيستغرب لما مش بيلاقي اي حد موجود في المكان. وفي الوقت ده بنشوف ماك واللي معاه وهم مستخبيين ورا العمود، واللي بيفضلوا يلفوا حوالينه علشان الطباخ ما يشوفهمش. ولكن لسوء الحظ بتتخرب البالونه اللي كانت مع ماك واللي بيحاول انه يسيطر على الهيليوم اللي فيها. ولكن فجاه بيشوفهم الطباخ فبيتخض ماك وبيخرج الهيليوم وبيلف في المكان، وبيخبط الطباخ وبيخرج المفتاح اللي بلعه. وساعتها بياخد البغبغان المفتاح وبيفتح القفص وبيتحرر وبيطير فوق في السماء. وبمجرد ما ماك وعيلته بيطلعوا للسطح بيروح لهم البغبغان وبيحضنهم، وبيقول لماك ان هو اشجع بطه شافها في حياته، وبيوعد ان هو هيعمل اي حاجه علشان يوديهم لجزيره جامايكا. وكمان بتقول تشامبل ماك ان هو طائر مذهل، فبيشكرها ماك وبيودعها هو وعيلته وبينطلقوا في طريقهم لجزيره جامايكا. وفي تاني يوم بنشوف ماك واللي معاه وهم طايرين ومتحمسين جدا، وساعتها بتقول لهم جوان انها عاوزه تروح للحمام، ووقتها بيضطروا كلهم انهم ينزلوا يستنوها لحد ما تخلص. ولكن فجاه بتصرخ جوان وبتقول لهم ان في حد بيبص عليها، ولما بيروح لها ماك واللي معاه بيتفاجئوا بوجود رسمه لطائر موجود على باب في مكان غريب. ولما بينزلوا كلهم للمكان ده بيكتشفوا ان هو عباره عن قبو قديم، وهناك بيستغربوا جدا لما بيشوفوا سلم بيوديهم على باب تاني. ولما بيفتحوا الباب ده بيتفاجئوا مجموعه من الطيور وهم بيلعبوا يوجا، ولما مجرد ما الطيور دول بيشوفوهم بيجروا عليهم. وساعتها بيجي الزعيم بتاعهم وبيرحب بماك واللي معاه وبيعرفهم بنفسه وبيقول لهم ان اسمه جوجو، وبيفهمهم ان هم عايشين في مزرعه كبيره وان في 2 من المزارعين الطيبين بيهتموا بيهم. وفجاه بيفتحوا لهم المزارعين باب الحظيره فبيخرجوا كل الطيور وهم فرحانين. وساعتها بينبهر ماك واللي معاه لما بيشوفوا المزرعه اللي بتكون عباره عن ملايين الطيور، وكمان بيركبوا كلهم جرار وبيتجولوا في المزرعه واللي بيتفاجئوا بكل حاجه بيشوفوها فيها. وساعتها بيقرر ماك هو وعيلته انهم يقضوا اليوم كله في المزرعه دي. وبعد شويه بنشوف ماك وعيلته وهم بيتزلجوا على الميه وبيقضوا وقت جميل جدا مع بعض. ومن ناحيه تانية بنشوف داكس اللي بيسمع صوت شاحنه وبيقرر انه يروح علشان يتفرج عليها، ولكنه وقتها بيتصدم لما بيشوف الطباخ وهو نزل منها، وبيتصدم اكتر لما بيشوف الطباخ وبيدي فلوس للمزارع وده علشان يشتري منه الطيور للمطعم بتاعه. ومن ناحيه تانية بيكون الطيور مقتنعين ان هم رايحين رحله، فبيجري داكس بسرعه وبيروح لجوجو وبيحاول يمنعه من انه يركب العربيه. وفي الوقت ده بيستغرب ماك من تصرفاتهم وبيروح يطمن عليهم. وبمجرد ما ماك بيشوف الطباخ بياخد داكس وجوجو وبيستخبوا بسرعه، وبيطلب ماك من داكس انه يرجع لوالدته بسرعه على ما يفهم جوجو اللي بيحصل. ولكن داكس ما بيسمعش الكلام وبيروح علشان يحذر باقي الطيور اللي بيكونوا كلهم راكبوا العربيه. وفجاه بيوصل الطباخ وبيدوس على اجنحه داكس اللي بيخاف جدا وبيقطع ريشه علشان يحرر نفسه. وساعتها بيثبتوا الطباخ في الارض باستخدام الشوكه بتاعته، وما بيكونش داكس قادر ان هو يحرر نفسه تاني. ولكن لحسن الحظ بيشوفوا ماك وبينقض على الطباخ وبيهاجموه وبيحرر داكس، ولكن للاسف بيقدر الطباخ ان يحاصرهم هما الاثنين. وقبل ما يقتلهم بيطلب ماك من كل الطيور انهم يخرجوا من العربيه، وفعلا بيخرجوا الطيور بسرعه من العربيه وبيوقعوا الطباخ. فبيستغل ماك الفرصه وبيهرب هو وداكس وبيحذر بام واللي معاها، وبيطلب من كل اللي موجودين انهم يطيروا بسرعه. وفعلا بيطيروا كل الطيور ما عدا داكس اللي ما بيكونش عارف يطير بسبب ريشه المقطوع، فبيروح له ماك وبياخده على ظهره وبيطير. وبيهربوا كل الطيور من المكان على اخر لحظه، فبيتعصب الطباخ اكتر وبيقرر انه ينتقم منهم. وبنشوف بعدها ماك وباقي الطيور اللي بيتعبوا من الطيران وبيقرروا انهم يستريحوا في المدينه لحد الصبح، وبينزلوا على واحد من المباني. وهناك بيتخانق ماك مع داكس وبيزعق له لانه ما سمعش كلامه وعرض حياته للخطر، فبيحسد داكس وبيسيبه وبيمشي. وبالليل بنشوف طياره الطباخ اللي بتكون وصلت لنفس المدينه، ومن ناحيه تانية بنشوف كل الطيور وهم نايمين ما عدا داكس اللي بيكون قاعد حزين جدا، واللي بيسيبهم وبيروح يقعد لوحده. وساعتها بتروح لجوان وبتقول له انها تحضنه علشان يهدى، وفعلا بتفضل جوان حضنه مش بتسيبه. ولكن فجاه بتوصل طياره الطباخ لمكان ماك وباقي الطيور اللي بيخافوا كلهم وبيجروا بسرعه
بسرعة علشان يهربوا، ولكن فجأة بيرمي الطباخ عليهم شبكة كبيرة وبيقدر ان يمسكهم كلهم ما عدا داكس وجوين اللي بيستخبوا بسرعة قبل ما الطباخ يشوفهم. ووقتها بنشوف ماك اللي بيفضل يحاول ان يخرج من الشبكة ولكنه للأسف ما بيقدرش، وبيسحب الطباخ الشبكة بتاعته اللي بترفع كل الطيور في الطيارة وبياخدهم وبيمشي. ومن ناحية تانية بيظهر داكس وهو مش عارف يروح وراهم لأنه مش قادر يطير وبيحزن جدا هو وجوان. وفي الطيارة بيحبس الطباخ كل الطيور في قفص كبير وبيمسك ماك وبام وبيحبسهم في قفص لوحدهم هما الاتنين وبيقفل القفص ده بالشوكة بتاعته وبياخدهم وبيخليهم جنبه علشان ما يحاولوش انهم يهربوا. وبنروح بعدها لداكس اللي بيفضل يحاول انه يطير ولكنه ما بيقدرش، وساعتها بتجيله فكرة لما بيشوف ريش البغبغان اللي واقع على الارض. وفي الوقت ده بنشوف ماك وبام اللي بيفضلوا يحاولوا هما كمان انهم يخرجوا من القفص، ولكن الطباخ بيشوفهم وبيوقفهم. فبتحزن بام جدا وبتستسلم وبتفقد الامل، ولكن ماك بيشجعها، واثناء ما هو بيعمل كده بيكتشف انه عارف يخرج رجله من القفص. وساعتها بتجيله فكرة وبيخلي بام تعمل زيه، وبيمشوا هما الاتنين من غير ما الطباخ يحس بيهم، وبيفضلوا يرقصوا هما ماشيين علشان ما يعملوش اي صوت. ولما بييجوا ينطوا علشان يدوسوا على الزرار اللي هيفتح لهم باب الطياره بياخد الطباخ باله منهم وبيوقفهم على اخر لحظه. فبتتعصب بام جدا وبتعض من وشه، فبيتألم الطباخ وبيرميهم، وقبل ما يرجع يمسكهم بتهاجمه الطيور بالفواكه والخضروات اللي موجوده في القفص اللي هما محبوسين فيه، وبيساعدهم العم دان والبغبغان وبيكونوا مدفع، وبيهاجموا الطباخ بقذيفه من قرع العسل اللي بتفقده الوعي وبتوقعه على الزرار اللي بيفتح باب الطياره. وساعتها بيقع الطباخ والقفص اللي ماك وبام محبوسين فيه، ولكن لحسن الحظ بيتعلق الطباخ في الشبكه، فبيمسك ماك في شعره على اخر لحظه، ولكن للاسف ما بيقدرش ماك انه يتحمل وزن القفص وبيقعوا هما الاثنين وبيستسلموا للموت. ولكنهم بعدها بيتفاجئوا لما بيشوفوا جوان وداكس اللي قدر يطير باستخدام ريش البغبغان، واللي بينطلق بسرعه ورا القفص وبيحاول يشيل الشوكه منه. وفي الوقت ده بتنضم له جوان وبتساعده وبيتحدوا هما الاثنين مع بعض وبيشدوا الشوكه بكل قوتهم، وبيقدروا فعلا انهم يفتحوا القفص وبيحرروا ماك وبام اللي بيحضنوهم وهم فرحانين جدا. ومن ناحيه تانية بيقدر البغبغان هو وباقي الطيور انهم يكسروا باب القفص وبيتحرروا وبيخرجوا كلهم من الطياره وبيسيبوا الطباخ متعلق في الهواء، وبيروحوا كل الطيور اللي ماك وعيلته وبيكونوا كلهم فرحانين جدا ان ماك وبام لسه عايشين، وبينطلقوا كلهم وبيكملوا رحلتهم. وبعد مسافه طويله جدا بنشوفهم كل الطيور وهم قاعدين في نص البحر ومش عارفين يمشوا من انهي اتجاه، ولكنهم فجاه بيلاحظوا ان الميه اللي تحتهم بتنور وبيكونوا كلهم مبهورين جدا بشكلها الجميل. وبعدها بيتفاجئوا اكتر لما الشمس بتطلع، وبيكتشفوا وقتها ان هم وصلوا لجزيره جامايكا اللي بتكون جزيره مذهله جدا. وبيستعدوا كلهم وبيتولى داكس المقدمه وبيفردوا اجنحتهم وبينطلقوا وبيطيروا كلهم وبيستكشفوا الجزيره. وبيفرح البغبغان جدا لما بيقابل اصدقائه وعيلته اللي بيحتفلوا برجوع ليهم من تاني، وبينبهر ماك هو وعيلته لما بيشوفوا البغبغانات التانيه وهم طايرين في السماء وبينزلوا في البحيره. وبيتفاجئوا كمان لما بيلاقوا عيله كامل اللي بيرحبوا بيهم في المكان، وبتفرح كيم جدا بشكل اجنحه داكس الجديده. اما بام فبتشكر ماك على اللي هو عمله علشانهم، فبيحضنها ماك وبيشكرها هو كمان لانها هي اللي كانت السبب في كل ده، وانها هي اللي فتحت عينه على جمال العالم. فبتفرح بام وبتحضنه وبيرقصوا هما الاتنين مع بعض على الشوطه، وبينضم لهم البغبغان هو وكل الطيور وبيرقص معاهم. وبعد فتره بيجي موسم الهجره اللي بعده، وبنشوف عيله ماك وهما بيستعدوا علشان يرجعوا لبحيرتهم. ولكن وقتها بيجي ماك وبيقول لهم ان هو لقى طيور تايهين وانهم لازم يساعدوهم علشان يرجعوهم لموطنهم. فبتتصدم بام لما بيشوف الطيور اللي بيكونوا عباره عن مجموعه من البطاريق، وساعتها بتروح مام وبتعرف ماك ان موطن البطاريق هو القطب الجنوبي. وبالرغم من كده بيكون ماك متشجع جدا للهجره، وبيبدا كمان ان يشجع عيلته، وفعلا بينطلقوا كلهم علشان يخوضوا مغامره جديده.